بلا لحم وبلا فرماج. جيبي هادوك الحبيبات الدنجال اللي راهم في الفريجيدير وروحي نديرو كغاتان بزاف بنين. السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير. كما قلت لكم في المقدمه راح نديروا مع بعض اليوم كغاتان تاع الدنجال ساهل وبنين وما نسحقوا فيه لا لحم لا فرماج. جبت الحبات الدنجال اللي عندي، نقيتهم وراني نقطع فيهم بشكل طولي، يعني الشكل ماهوش مهم، تقدروا تاني تقطعوهم دوائر. بعد ما قطعته ندير له كميه تاع الملح ونخلطه مليح باه كاع الحبات تاع الدنجال يلصق فيهم الملح. من بعد نجيب البلالي يدخل للفرن ونسد فيه بهذه الطريقه. اللي تبغي تقلي الدنجال تقليه، يعني انا نفضل اني نديره في الفرن خاطر انا نتبع نظام صحي. اما اللي موالفه تقليه وعندها زن تاني اللي في الدار يبغوا ياكلوا صوالح هكا مقليين، هو مقلي يجي ابن صراحه، يعني يجي ابن من الطريقه هذه. بصح اللي تبعوا نظام صحي لازم يديروا هذه الطريقه، يعني ماشي نقول لكم ما يجيش بنين، يجي بنين مي ماشي كيما المقلي. وهي تبقى قضيه اذواق، كل واحد كيفاش موالف ياكل. هنايا البنات شوفوا، ندهن السطح تاع الحبات تاع الدنجال ونعاود نقلبهم وندهن الجهه السفليه وندخل البلاط تاعي للفرن. الوقت اللي راه الدنجال في الفرن نروح نحضر صلصه الطماطم. انا ديجا راني محضرتها من قبل ودايرتها في المجمد، دروك نمشي نحطها على النار، على نار هاديه ونخليها تذوب في خاطرها. جبت هنا كميه تاع البطاطا قطعتها دوائر، زدت عليها الملح، الزيت 4 مغارف تاع الزيت وشويه تاع الفلفل الاحمر، نخلطها مليح وهي تاني نحطها في الفرن. كما قلت لكم انا ما نديرش المقليات، يعني قليل وين يقولوا بناتي انا ما نديرش مقليات. ومن بعد كي يطيب الدنجال نعاود ندخل تاني البطاطا للفرن حتى تتحمر ونوريها لكم كيف تخرج. وهنايا شوفوا الدنجال تاعي صايب بدا يتحمر، دوك شوفوا الحبات اللي طابوا نحيهم ونحط الحبات اللي مازالوا يستنوا، يعني اللي مازال ما حطيتهمش نردهم نحطهم تاني في الفرن باه يكملوا هما تاني طيابهم. وهنا بعد ما طاب الدنجال تاعي والبطاطا تحمرت مليح في الفرن ولا صوص طوماط تاني راهي واجده، نجيب الدنجال نستفاه في البلالي يدخل للفرن، ندير طبقه سفليه بالدنجال، نحاول ما نخليش فراغات. من بعد نزيد البطاطا، كمية تاع البطاطا، يعني قلت لكم البطاطا ماهيش ضرورية، انا ولادي يبغوه كيما هكا، اما هي الوصفة الحقيقية يجي بلا بطاطا. يعني ديروا الطريقة هذه تاع الدنجال وحده، من بعد تزيدوا عليه صلصة الطماطم، دوك تشوفوا المراحل اللي راح نديروهم، يعني نفس المراحل ولكن بلا بطاطا. واذا كنتوا باغيين تزيدوا البطاطا تاني نفس الشيء، يجي تاني شباب ويجي شغل مشبع. زدت فوق البطاطا الكمية الثانية تاع الدنجال ونجيب لاصوص طوماط نفرخها على الكغاتا ونمشيها مليح بالملعقه باش تدخل باش كامل الحبات تاع الدنجال يتشربوا من هذيك الصلصه. وقبل ما ندخلها للفرن نهز مليح هذاك البلا باش الصلصه اللي تكون من الفوق تهود من التحت، وندخلها للفرن حتى تتشرب مليح هذيك تتشرب البطاطا والدنجال يتشربوا هذيك الصلصه. من بعد نجيب 3 حبات تاع البيض ولا 4، ندير لهم شويه تاع الملح ونفرخهم كامل على السطح تاع الكغاتان تاعي ونعاود نرده للفرن حتى ينشف. بعد ما دخلته للفرن ونشف وطاب مليح هذاك البيض خرجته، وشوفوا هنايا فوتت له شويه في الطياب، تلاهيت بصوالح واحد اخرين ونسيته، بصح كاع هكا وجا بنين جا شباب. وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، والسلام عليكم.